بتبدأ القصة بتاعتنا لهجوم من عشيرة الشياطين في مكان ما، واللي فيه واحدة منهم بقى بتتريق على الملك بتاع المكان ده وإنه لسه مستخبي منهم، وإن هي هتجبره يخرج لما توريله قوة عشيرة الشياطين. وهنا بقى بتهاجم، ولكن هنا بيفوق البطل بتاعنا واللي بيقعد من تاني كده وبيستوعب إنه كان بيحلم، واللي بيبقى مش فاهم هو ليه بيحلم بالحلم ده، وخصوصا في الفترة الأخيرة، وإن أكيد دي إشارة وإنه مش شخص عادي. واللي فجأة كده بقى المنبه بيصحصحه اكتر وبيفكروا ان النهارده اخر يوم لامتحانات القبول، والمعلم بيجري على الامتحان، ولكن وهو بيقول اكيد حد بعتني علشان انقذ العالم ده من كارثه، فمش فاهم هو ليه بيمتحن، واللي هو يا ريت قوته تظهر علشان يخلص بقى من الحياه العاديه دي. وبنعرف ان بطلنا ده اسمه تشين، واللي بيكون طالب عادي جدا غلبان ومخلص في الثانويه، ولكن من وهو صغير وهو شايف نفسه بني ادم مش عادي، وان اكيد عنده اسرار لسه ما يعرفهاش، ولكن الواقع مش كده خالص. المعلم بقى بيوصل لمكان الامتحان ده، ولكن الحارس بيرفض يدخله مهما حاول، والمعلم يا عيني بقى بيقعد يندب حظه وانه كده ضيع مستقبله. وبعد كده بقى بيرجع للبيت، وهناك طبعا ابوه وامه بيهزقوه وبيقولوا له ان هم اتبنوه اصلا، وده علشان يساعدهم لما يكبروا، وبعد كل اللي صرفوه عليه ده ضيع كل مجهودهم ومعرفش يدخل للجامعة، وكل ده بسبب الأفكار الغريبة اللي في دماغه. فالمعلم بيقول لهم إن هم عمرهم ما صدقوا إحساسه، فبيتعصب الاتنين أكتر هنا، ولكن بيتفاجئ لما بيحس إن حواليهم كده نور أحمر، وبيمسكوا أبوه من هدومه وبيطردوا بره البيت. فالمعلم بيقف بسرعة كده وبيجري وهو خايف منهم، وهو بيجري بقى بتظهر بنته قدامه كده، فالمعلم بيقول لها ابعدي من طريقي، ولكن الاتنين بيخبطوا في بعض، والمعلم هنا بقى كده بيقع فوقها وبيحاول يبعد وهو بيتأسف لها، وبعد كده بقى بيبص عليها كويس وبيقول لنفسه هو بيتخيل ولا ايه، هي عندها ودنين قطة ولا دي أحلام، وبيتأسف لها مرة تانية انه خبطها، ولكن بترجع البنت لورا بخضة كده لما بتعرف انه انسان، واللي بيبقى هو كده في عالم تاني بيبص على ودنها وعايز يلمسها، وبيمد ايده كده ولسه هيلمسها ولكن بتبعده عنها، وبيظهر ورا كده عيون كتيرة فعلى طول بتقلق. اما هو بقى فاللي بيبقى بيقول لنفسه رغم انه عارف ان عالمهم ده في حاجة غلط وان اكيد في مخلوقات غير البشر، بس برضه مش مصدق انه شاف واحدة منهم، بس بتقطعه البنت اللي بتستخبى فيه كده وبتطلب منه يساعدها. فالمعلم بيبص كده على اللي مخوفها فبيلاقيهم قطط، ولكن كلهم بيبصوا لها بشر، فالمعلم بيقول لها شكلها كده استفزتهم بالغلط، عموما تسيب له الموضوع ده وهو هيتصرف. والمعلم بيطلع مصاصة كده فبتسأله ايه ده، فالمعلم بيقول لها ده سلاح مفيش اي قطة تقدر تقاومه، وبيقول لها ما تخافيش رغم ان القطط دي شرسة، بس لو قربت منهم وروضتهم صح هيبقوا لطيفين معاها جدا. ولما بتلاقي القطط بتقرب منه كده بتقول له عندك حق، ولكن فجأة بقى حاجة كده بتخوف القطط وبتخربش تشين، فالمعلم بيقول لها ايه ده انا اول مرة اقابل قطة بالشراسة دي. والمعلم بيبص على القطط بقى كده اللي كلهم بيبصوا عليهم بشر، وبيمسك ايد البنت وبيقول لها الجري نص الجدعنة، ولكن القطط بتحاصره. فالمعلم بيقول ازاي هو المختار يحصل معاه كده، وبتبقى القطط دي بقى كده بتطحنه وبيبعد القطط عنه، وبتبقى البنت مستغربة من كلامه ده، وبعد كده بقى بتروح تساعده، بتوقفه وهي بتطمن عليه. فالمعلم بيقول لها ده صراع صغير اكيد ما اثرش عليا، وبيبقى في قط اسود كده بيبص عليهم بشر فبيخاف تشم منه وبيهجم القط عليه. فالمعلم بيقول لك بقى ان لو قدراته ما ظهرتش اكيد القط ده هيموته، واللي بيحس بوجع في عينه كده وبيقول اخيرا ايوه بقى كده، واللي بيطلع منه ضغط كبير بيأثر على القطط. وبتبص له البنت هنا بقى كده وبتقول لنفسها ده قوته كبيره وان حتى هي اتأثرت بيها. وبيفوق المعلم تشين بقى كده وبيلاقي ان القطط كلها مرميه على الارض وكمان البنت واقعه، فالمعلم بيروح لها يساعدها، وبعد كده بقى بياخدها وبيجري بيها وهو خايف، وده علشان مش عايز حد يشوف اللي حصل ده ومش عايز حد يكشف هويته. اما عند القطط بقى فاللي بتظهر بنت تانية كده وبتهزقهم علشان فشلوا ان هم يقتلوها، واللي بتبقى معجبة بطاقة الضغط بتاعة تشين وبتسأل نفسها لو ممكن يكون طالب عند اي طائفة. وبعد كده بقى بيجي لها واحد ان جالهم اوامر جديدة بان هم يرجعوا الاميرة لينج سليمة وان امر القتل اتلغى، فبتقتله بقى كده وبتبص للقطة
القطط وبتقول لهم ان امر القتل ده منها. فالمعلمين بيخافوا منها كلهم وبيسمعوا كلامها، وبتقول لهم يلا اقتلوا لينج. اما الولد اللي معاها ده فهو اثار انتباهها، يعني يسيبوه ليها، هي هتتصرف معاه. اما المعلم تشين بقى واللي بيبقى قاعد في مكان ما كده ولكن جعان جدا، وبيقول ازاي يبقى هو المختار كده ويبقى قاعد كحيان كده وجعان، وكمان البنت دي اختفت فجأة، يا ترى راحت فين؟ واللي فجأة بقى كده بيسمع صوت طفل بيكلم ابوه. فالمعلم بيبص له وبيشوف الطاقة اللي حواليه، فبيلاقي اتنين بيتخانقوا، وبيشوف الطاقة اللي حواليهم بلون تاني. فالمعلم بقى بيقول ان الاتنين دول شبه ابوه وامه، لونهم احمر، وبيبقى مش فاهم ايه ده، بس بيتوقع ان هما متعصبين جدا. واللي بيبدأ يبص بقى على كل الناس وبيعرف ان كل واحد بيطلع لون مختلف على حسب مزاجه، وبيحس بوجع في عينه من تاني. واللي فجأة بتقرب منه بقى كده قطة جميلة وبيعجب بالقطة جدا، واللي بيفضل يلمس الفرو بتاعها، وبتقول ان لسه قدرته مش عارف يتحكم فيها، ولكن عموما هو محتاج لبيت يبات فيه النهارده، وده بما انه مش هيعرف يرجع البيت لفترة. وبيبص للقطة اللي بتقرب منه تاني كده وبياخدها، وهو بيقول بما ان هما الاتنين متشردين دلوقتي فهو هياخدها معاه. وبعد كده بقى بيروح للمكان اللي هيأجره، واللي بتبقى القطة بتبص للمكان ده بقرف. فالمعلم بيقول لها المكان وحش، ولكن ده اللي نقدر نوفره حاليا، يعني دلوقتي هيقضوا نفسهم بيه. ولكن فجأة كده بيطلع له واحد مش تمام وبيقول له ان لو مش معاه فلوس ممكن يقعد ببلاش، ولكن بيتخض تشين والقطة منه وبيجري وبيرفض يقعد في المكان. وبعد كده بقى بيروح يدور وبيلاقي مكان تاني، وبيلاقي الاسعار كويسة، ولكن المكان من بره شكله نضيف جدا. فالمعلم بيقلق بقى يكون في حاجة غلط، ولكن بيقرر انه يقعد فيه الليلة دي وخلاص. ولكن اول لما بيدخل بيلاقي الموظفة بتبلغه ان ممنوع الحيوانات الاليفة، فبيقول لها لا دي مش حيوان اليف، دي رفيق الدرب دي. ولكن فجأة بقى دماغه كده بتصدع تاني، وبيحس ان قدرته تاني بتخرج عن السيطرة، وبتبص له الموظفة هنا باستغراب وبتحس انه تعبان. واللي بتبقى البنت دي لونها ابيض، ولكن فجأة كده لما بتبص للقطة عيونها بتلمع وبيتحول اللون حواليها للبنفسجي، وبتقول لتشين احنا بنسمح بس بدخول الحيوانات الاليفة في الظروف الخاصة. وبعد كده بقى بتخلص له الاجراءات وبيروح تشين على الاوضه وهو مستغرب هي وافقت ازاي بعد ما كانت رافضه. وبعد كده بقى بيفتح الاوضه وبتجري القطه على جوه، ولكن هو بيبقى مبهور بجمالها وبيحس ان القطه حلوه جدا، فبيضرب نفسه بالقلم وبيقول ده ايه الفراغ العاطفي ده، مش معقول يعني يعجب بقطه. واللي فجأة بقى بيفوق كده على القطه اللي بتبقى بتدمر في المكان وبيجري وراها يمنعها. وبعد كده بقى بيقعد يرتاح على السرير، ولكن وهو بيفكر هيجيب الفلوس منين، ولكن بيلاقي شركه وسيطه فبيروح يسجل عندها، وده علشان تدور له على شغل. بعد كده بقى بيقعد يفكر في مهاراته وهي ايه بالظبط، وان الالوان اللي حوالين الناس دي مش مجرد وهم، وانه لحد دلوقتي هو شاف 3 الوان ابيض واحمر وبنفسجي. وموظفة الاستقبال اتحولت من الابيض للبنفسجي فجأة. والمعلم بيفتكر بقى ان هي لما كانت بترفض بهدوء كانت ابيض، ولكن لما وافقت بسعادة اتحولت للون البنفسجي، وان اللي بيبقوا متعصبين هم اللي بيبقوا باللون الاحمر. فالمعلم هنا بقى بيفهم ان اللون مرتبط بالمشاعر، واللي بيضحك كده بفرحة، ولكن فجأة بيحس بالصداع من تاني، وبيقول لنفسه انه هيقدر يستعمل القدرة دي اكيد في انجازاته. بعد كده بقى بيحس انه عايز ينام، فبيقرر ينام شوية الاول. وبتبص له القطة بقى وبتقول له هو نايم ان كل ده بيحصل له علشان اتدخل في اللي ما يخصهوش، ولكن بتقرر تساعده. وبعد كده بقى بتروح القطة كده لمكان بنت، واللي بتسألها هي جاية ليه. فالقطة بتتحول هنا بقى كده لشكلها البشري، واللي بتطلع ان هي الأميرة لينج. وبتبص للبنت وبتقول لها ان هي جايه تطلب منها طلب. فالبنت بتقول لها يعني مش جايه تشوفيني، وبتسالها لو اكلت اي حاجه من اكلهم في عالم البشر. فبتتحمس لينجو وبتقول لها لا، وبتسالها هي ايه انواع الاكل اللي عندهم. فالبنت بتقول لها ان عندهم اكل كتير جدا واكل كتير حلو، وان هي هترتب لها كل حاجه، ولكن الاول تحكي لها هي عايزه منها ايه. فبتطلب منها تنشر وظيفه مربيه اطفال. فبتفتكرها البنت لو معجبه بحد، ولكن بتقول لها لا طبعا، بس كانت بتهرب بس في ولد انقذها وهي عايزه ترد له الجميل. فبتسالها ازاي ده حصل وفين الحراس اللي باباها بعتهم معاها. فبتقول لها ان هي ما تعرفش مال باباها الفتره الاخيره، كل شويه يتخانق معاها وعلشان كده سابت البيت لوحدها، وده علشان تهدى فتره. ولكن قابلها مجموعه من القطط هجموا عليها. فالبنت بتقول لها ان سلوك ابوها غريب فعلا الفتره الاخيره، ممكن يكون وراه سر. فبتقول لها ما اعرفش بقى، ولكن هي مش عايزه ترجع وهتفضل معاها هنا في عالم البشر.
فبتقول لها تمام، واللي بتديها بطاقة كده تستخدمها طول ما هي موجودة هنا، وبتقرر تروح تشوف البشري ده بنفسها. وبعد كده بقى بتتمشى لينج في السوق، واللي بيعجبها محل فيه لبس، وبتروح تجرب اللبس ده، واللي بيبقى صاحب المحل بيبص لها بإعجاب جدا، واللي بتشوف أحلى حاجة وبتقول له إن هي عايزاها. أما عند تشين بقى واللي بيصحى من النوم كده وبيسأل القطة إيه عايزة تاكلي، ولكن بيتفاجئ اصلا ان هي مش موجوده، وبيلاقي الشباك مفتوح، فبيقول لك حتى القطه هربت. وبعد كده بقى بيتفاجئ باشعار جايله عن الشغل، فالمعلم بيروح للمكان وهو بيعيط من الفرحه، مبسوط بقى انه لقى شغل. والمعلم هنا بقى بيبص على الفيلا قصاده كده وهو معجب بجمالها، ولكن مش بيشوف غير راجل عجوز جوه الحديقه. فالمعلم هنا بقى كده بيروح يرن الجرس، وبيتفاجئ ان لينج اللي بتفتح الباب، واللي لما بيشوفوا بعض بيفتكرها على طول، ولكن بيبقى مصدومة أكتر من لبسها، وبتعرفه إن هي صاحبة الشغل. فبيتفاجئ من كلامها ده وبيسألها أنت بتتكلمي بجد؟ فبتسأله إيه عندك مانع؟ واللي لسه هتلف كده فبتقع من على السلم، ولكن بيمسكها بسرعة، بس بيقعوا هما الاتنين على الأرض. بس بتقف هي بسرعة كده وهي بتشتم في صاحب المحل واللي نصب عليها في الهدوم، وبتتحرك كده علشان تطلع تغير هدومها. أما هو بقى فاللي بتبقى دماغه في اتجاه تاني خالص، وبيدخل لجوه بعدها، ولكن وهو بيبص على حياة الأغنياء عاملة ازاي. وبعد كده بقى بيستوعب هي ليه محتاجة شخص زيه، وبيخاف لحسن تكون عرفت قوته وجايباه هنا تستفرد بيه، بيخاف لحسن تكون عايزة تقطعه الحتت. والمعلم بقى بياخد وضعية مو صلاح كده وعلى طول بيجري، ولكن بتنزل وبتسأله باستغراب انت بتجري على فين؟ فالمعلم بيقول لها وهو بيجري انه تقريبا كده في المكان الغلط، واللي بيبقى ماشي وهو عينيه بتطلع قلوب من جمال البنت. فبتوقفه كده وبتقول له انه في المكان الصح، وبتوري له العقد بتاع تعيينه وبتعرفه بنفسها، ولكن هو بيبقى مصر ان ده كمين، واللي بيرفض وبيقول لها رغم ان الوظيفة دي جت في الوقت المناسب جدا الا ان هو مش مرتاح. في النهاية ما ينفعش بنت وولد يعيشوا مع بعض في نفس المكان. فالبنت بتقول لنفسها ده طلع الشهم كمان، واللي بتمسك ايده كده وبتقول له انه من ساعة اما انقذها وهي عايزة تساعده، وصديقتها المفضلة شافت رسالته وهي طلبت منها تعينه. فالمعلم بقى كده بيبدأ يطمن شوية. بعد كده بقى بيفتكر ودنها اللي كانت شبه ودن القطة، فبيحس ان لسه في خطر، ولكن بعدها بيقول ان حتى لو في خطر فهو مستنيه وما بيخافش، وبيوافق على العرض. وبعد كده بقى بتدخل صديقتها فبتعرفهم الاتنين على بعض، واللي بيبقى اسمها موش ياو، واللي بيبقى متفاجئ بقى ان مالكة مجموعة شينج صغيرة قوي كده، والاتنين بيسلموا على بعض، وبتقول له خلي بالك بقى من لينج، ولكن بتبقى من جواها ناوية تختبره، وده علشان تعرف هو تمام ولا لا، وده يعني علشان تبقى مطمنة على لينج. وهنا بقى بتقول لهم ان هي جعانة، فبتقول لينج ان هي جعانة هي كمان. فالمعلم تشين بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، انا هوريكم مهاراتي في الطبخ. والمعلم هنا بيدخل المطبخ بقى ومعاه موش ياو دي، واللي بتبقى بتغريه علشان تختبره، ولكن صاحبنا جدع وبيحاول يعمل فيها من بنها، وبيقول لها سيبيلي موضوع الطبخ ده واخرجي اقعدي انت مع لينج. ولكن بتقرب منه كده وهي بتعرض عليه يجي يشتغل في بيتها وهي هتديله مرتب اعلى، ولكن المعلم بيرفض، فبتقرب منه اكتر وبتقول له فكر اكتر، ولكن المعلم بيغمض عينه. الولا مؤدب كده وبيلف للجهة التانية، وبيقول لنفسه ان الراجل ما ينفعش يبقى ضعيف، لازم يسيطر على نفسه اكتر من كده. وبتبصله مش ياو بقى كده وبتكرر تزود اكتر، وهنا بتقع منه المية وبتيجي لينجا على الصوت، وهنا بقى بتتصدم من شكلهم. فالمعلم بيقول لها ما تفهمنيش غلط. بعد كده بقى بيقول لنفسه الوضع كله غلط، ازاي بقى مش هتفهمني غلط، وان هي اكيد هتفتكرني بغري صاحبتها، يعني اكيد هتطردني او حتى تحبسني او تعذبني. ولكن هنا بيتفاجئ ان هي بتسأله انت متوتر كده ليه ومالك عرقان كده ليه. فالمعلم بيقول لها ابدا الجو حر بس. والمعلم بيشوف اللون حواليهم هما الاتنين ابيض، فبيقول لهم اخرجوا انتوا وانا هجهز الغدا، يعني ما يشغلوش بالهم هم، ويا ريت ما يدخلوش كل شويه. وبيقول لنفسه ان اللون اللي حواليهم ابيض، يعني هاديين جدا، شكله كده هو المهرج اللي دماغه مسوحاه. وبعد كده بقى بتطلع موش ياو وهي بتقول لنفسها ان المره دي انقذته لينج وانه كان قرب ينجح. وبعد الاكل بقى بيبقى البنتين اللون اللي حواليهم بنفسجي، وبيبقوا الاتنين مبسوطين من الاكل جدا، وبتقول له لينج ان طبخها حكايه ولا الشيف الشربيني. والمعلم هنا بقى كده
بيلاحظ اللون ده وبيعرف حالتهم المزاجية، وبتقف موشيا وتستأذن بقى علشان الشغل، وبتقول للينج خلي بالك من نفسك، وبتودعها لينج عند الباب. وبعد كده بقى بيلاحظ تشين ان اللون اختفى، واللي بيبقى عايز يتعلم ازاي يتحكم في قدرته. وهنا بتسأله لينج ايه ناوي على ايه، فالمعلم بيقول لها هنضف الفيلا، فبتقول له ان هي هتساعده. فالمعلم بيفرح وبيبداوا ينضفوا مع بعض، واللي بيبقى مستغرب هو ليه المكان مش نضيف كده، واللي بتبقى لينج بتنضف مكان وهو بيراقبها، ولكن فجأة كده بتقع، فبيمسكها بسرعة وبيحس بنبض قلبه سريع. وبعد كده بقى بيخلصوا التنظيف وبيروح بالليل يرتاح شوية، ولكن وهو بيقول ان السكن مع بنت جميلة طلع صعب جدا ولكن حلو جدا في نفس الوقت. وبعد كده بينام. وبعد كده بقى بيوصل مجموعة من القطط عايزين يقتلوا لينج وبيكسروا عليها الشباك، فالمعلمة بقى بتنادي على تشين ينقذها بسرعة، ولكن هو بيبقى نايم في العسل وبيحلم بنفس الحلم اللي بيشوفه كل مرة، بس مختلف شوية، الناس اللي فيه عليها ألوان، يعني هو قادر يشوف مشاعرهم المرة دي، واللي بيبقى عايز يكشف السر اللي ورا عينيه، واللي فجأة بقى بيتسحب جوه بوابة كده، وجواها بيلاقي نفسه قدام كتاب وعليه سلاسل كتير، وبيحاول يفتحه ولكن بيلاقي ان السلاسل مش بتتحرك، وبيقول لك اكيد عنده فرصة يفكها. ولكن فجأة بقى كده بيظهر له مجسم لخطوط الطاقة جوه البشر، والمعلم لسه بيحاول يفهم، فبيلاقي نفسه بيقع. وهنا بقى بيفوق من الحلم وبيحاول يفهم اللي شافه في الحلم، وبيسأل نفسه لو في حد ختم التقنية دي جوه جسمه مثلا، ولا هو نفسه المزارع القتالي اللي بيقولوا عليه الملك. والمعلم هنا بقى كده بيحس بصوت بره، فبتبقى لينج اللي بتهرب من القطط، فالمعلم بيبص من الشباك كده وبيتفاجئ هي ليه القطط بتهاجمها مرة تانية. فالمعلم بينزل بسرعة بقى وبيفضل يجري، بس بيتعب وبيبقى مستغرب من سرعتها في الجري، وبيتأكد ان هي مش بنت عادية. وبعد كده بقى بيوصل لمكان واللي بيسمع فيه صوتها، وبيبص كده فبيلاقي القطط بيهاجموها، وبيقول واحد منهم للباقيين ان هم لازم يخلصوا مهمتهم، لازم نقتلها. وبيبقى المعلم تشين مصدوم من القطط اللي بتتكلم دي وبتطير قدامه، وبيبقى مصدوم من قوتهم وان هم اقوى منه هو المختار. والمعلم بيحاول يهدى بقى كده، وان في الحلم الكل كان بيناديله بالملك، وبتنتبه واحدة من القطط كده لوجوده وبتنبه الباقيين، واللي على طول بيقرروا يخلصوا عليه، وده علشان ما يكشفش عالمهم، واللي بالفعل بيهاجموه، ولكن بيقول لهم انه هيوريهم قدرة المختار، واللي بيستخدم نفس الحركة بتاعة المرة اللي فاتت، فبيبعدوا كلهم. وبيقول القائد بتاعهم انه تقريبا ده نفس الولد اللي هزمهم المرة اللي فاتت، وبيأمرهم يتراجعوا علشان الضغط بتاعه قوي ومش هيقدروا عليه. ولكن بيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا ان مفيش اي تأثير عليهم خالص، وان هو نفسه بيبص لنفسه بصدمة، وده لما مش بيحس نفس الاحساس بتاع المرة اللي فاتت. فالقائد بقى بيقول للقطط يلا هاجموه، فبيطلعوا قوتهم بقى وعلى طول بيهاجموه، وبتنادي عليه لينج بقلق كده وبيفادي هجومهم، وللاسف بيتصاب، فبتقول له لينج يبعد وهي هتتعامل معاهم، ولكن هو بيرفض علشان مش هو الراجل اللي يسيب بنات في ازمه ويهرب، واللي بيقف قصادها كده. والبت هنا بقى بتقول لنفسها من الواضح كده انه لسه ما اتعلمش يستخدم قوته، ومع ذلك وقف قدامها كمان بشجاعه علشان يحميها. والمعلم بيقول لنفسه انه اكيد في اي حل يهزمهم بيه، اكيد في اي حاجه غير قوه عينيه. والمعلم بيشوف طوب على الارض كده فبيحدفهم بيه، وهنا بقى بيجروا كلهم، فالمعلم بيتريق عليهم وبتنادي عليه لينج تنبهه من اللي بيهجموا عليه من ظهره، وعلى طول بتنقذه، ولكن برضه بتتعب. وبيسالها ايه انت كويسه، فبتقول له ايوه انا كويسه بس استخدمت جزء كبير من طاقتي، واللي بتبقى من جواها بقى تعبانه جدا، وده علشان هي كانت خلصت كل طاقتها في الاختراق، وكانت يا دوبك بدات تتعافى، يعني لسه تعبانه. واللي فجاه بقى بيقاطعهم كده زعيم القطط واللي بيحضر للهجوم، وبيتحول كده لشكله البشري، وبيقول له انه هيدفع ثمن انه واقف قصادهم ده بحياته. وبتبص له لينج هنا بقى كده وبتقول له ان الحوار ده كله تبع عالم الشياطين، يعني هو ملهوش دخل فيه، يعني من الاحسن يبعد عن الموضوع ده. فالمعلم بيسالها لو هي فعلا من عالم الشياطين، وبيامر القائد بقيه الشياطين ان هم يهاجموه، بيقول لهم يلا خلصوا عليهم، وان هم مش معاهم وقت طويل وعايزين يخلصوا المهمه دي بسرعه. ولكن هنا بقى بتشد لينج كده وبتجري بيه، بيجروا من المكان بسرعه، وبتقول له ده عددهم كبير جدا وكمان اقوياء،
يعني من الاحسن في المواقف دي ان احنا نجري. فالمعلم بيقول لها ان هما المفروض يواجهوهم، فبتقول له هنواجه مين ولا مين، وبيكملوا جري. وعصابة الشياطين طبعا وراهم وبيستغربوا هم اختفوا فين. وواحد منهم بيقول شكلهم كده هربوا. فالقائد بيقول له السلالم كلها تحت سيطرتنا، يعني كده كده هنمسكهم. اما الاتنين بقى فاللي بيبقوا اصلا مستخبيين في مكان ضيق جدا، وكل واحد فيهم بيقول للتاني يبعد شويه. فالقائد هنا بقى بيسمعهم وبيشوفهم، فبتقلق لينج وبتقول لك بس دي خلاص نهايتنا. ولكن المعلم تشينا بيبقى شايف ان هما ما ينفعش يقفوا ويستنوا موتهم كده، وبيقول القائد انه هيعد لتلاتة ولسه هيكمل كلامه. فبيطلع الاتنين جري وبيرموا عليهم الصناديق وبيهربوا يا ولاد اللعيبه. وبعد كده بقى بيطلعوا على السطح وهم وراهم، وبتبدا المعلمه لينجا تعمل قفل على الباب. فبيسالها تشين محتاجه مساعده، ولكن بتقوله ان هي بتحط تعويذه تقفل بيها الباب هيقفل لفتره، واللي بتقع بعدها بسبب ان المانه بتاعتها خلاص خلصت. فالمعلم بيمسكها كده وهو بيسالها اساعدك ازاي، وانه مستعد يساعدها باي طريقه. فبتقول له انها شافته بيستخدم تعويذه قبل كده، وده معناه انه مش شخص عادي، هو بس لسه مش عارف يتحكم في قدراته. فالمعلم بيقول لها انت عندك حق، وبيحكي لها كده عن الكتاب اللي مختوم جواه. فبتقول له انه ممكن يكون لسه ما فتحش خطوط الطاقه اللي عنده. فالمعلم بيسالها طب ازاي بتتفتح، فبتقول له ان هي هتعلمه، واللي بتبدا بقى تشاور له كده على كل خط وهو مسؤول عن ايه وبيمشي فين في الجسم، وبتساله لو حاسس بيه. فالمعلم بيقول لها لا، واللي بيبقى متضايق كده علشان محتاجين ان المشكله دي تتحل بسرعه. وبعد كده بقى بيوصل العصابه للباب وبيحاولوا يكسروا القفل علشان يدخلوا. وبتقول لينجا ان تاثير القفل قرب يختفي، وان هم محتاجين محفز كبير، واللي بتقول له كده يقف وبتحضنه من ظهره. فالمعلم بيتكسف وبيسالها انت بتعملي ايه، فبتقول له احبس نفسك بس وركز مع الطاقه اللي جوه قلبك. والمعلم هنا بقى كده بيحس بالطاقه، وبتعرفه ان طاقتها هي بتمشيها في خطوط، وبتقول له على طريقه كده علشان يحس بيها بالطاقة اللي عنده. والمعلم بيحس بيها أخيرا. وهنا بقى الباب بيتكسر وبتدخل العصابة تحاصرهم، وده قبل ما يلحق يفتح خطوط الطاقة. واللي بيقول للينج أنا بس محتاج شوية وقت، فهل تقدر توقفهم شوية؟ فبتقول له أيوه ولكن لدقايق بس. فالمعلم بيقول لها حلو قوي، واللي بتستخدم مهارة من عندها بقى كده بتسبب دوخة للعصابة، وبتسأله عن حالته. واللي بيبقى هو حاسس بوجع كده جوه جسمه، ولكن بينجح أخيرا في إنه يفتح خطوط الطاقة اللي في جسمه. واللي بيحس بالطاقة بتخرج من ايده، وكمان حاجة عميقة جوه عينيه. والمعلم بيغمض عينه بقى كده وبيفتحها وبيشوف مهارة التشكيل الثماني اللي مالك العظماء. واللي بتقطعه لينج بقى هنا كده، واللي بتقوله انها خلاص مش هتقدر تحميهم اكتر من كده، وان هما هيهاجموهم قريب جدا. واللي بيهجم واحد منهم بقى كده، فبيقول لها انه محتاج ل3 ثواني بس. والمعلم بقى بيحاول يستخدم مهارة نقش النار، واللي بتبقى لينج بتواجههم لوحدها وبيضربها القائد بتاعهم. ولكن هنا بيطلع تشين اللهب بتاعه وعلى طول بيهاجموا بيه، وبيقول له انا هعرفك مين البابا. وبتقول له لينجا برافو عليك. فالمعلم بيقول لها انه كان عارف من الاول انه مش شخص عادي، وان المره دي دوره هو انه يحميها. فبتقول له لا بس لازم نتعاون مع بعض. وبيقول القائد للعصابه بتاعته ان المانا بتاعتهم دي مش كتيره، يعني كده هيهاجموا تاني. فبيقول له تشين انه مش هيخوفوا بهجومه عليه، وبيهجم هو ولينج كده بمهاره مشتركه. وبيفعل القائد الدرع بتاعهم علشان يتصدى للهجوم، ولكن بيكسروه، بيقدروا يسيبوهم كلهم. فالقائد بيقول يلا الكل ينسحب بسرعه يلا. واللي لسه بيجري كده فبتضربه جيو القائده بتاعته، وبتقول له ان هم مجموعه ملهاش لازمه مش قادرين على حته اتنين. وبتفتكرها لينج بقى جايه ترجعها لابوها، فبتقول لها تبلغ ابوها ان هي مش هترجع. فبيتفاجئ المعلم تشينا ان لينج عارفاها، ولكن الاتنين بيتصدموا لما البنت بتضرب لينج وبتوقعها على الارض. وبيقول لها تشينا تبعد عنها والا حسابها هيبقى معاه هو. فبتقول لها جيو ان هي كان المفروض تدور على حد اقوى من كده، وبتقول له لينج اهرب بسرعه، وان هم مش جايين علشان يمسكوها، لا ده جايين علشان يقتلوها. فالمعلم بيبص لجيو كده وبيقول لها لو عايزه تقتليها يبقى لازم تعديني الاول. فبتقول له ما ترسمش نفسك قوي كده علشان هي مش زي اتباعها الكمامه، وانت زيهم بالظبط كمامه بالنسبه لي، وان هي هتتعامل معاه هو الاول وبعد كده بقى ترجع لها. وبتقول له يلا وريني اللي عندك.
فالمعلم بيهاجمها ولكن هي بتتصدى ليه، وبيبص على لينج بقى واللي بيبقى عايز يخلص وياخدها ويمشي من هنا بسرعة، ولكن بتهاجمه فبيتصدى لهجومها وبيهجم عليها، ولكن هي بتضربه وبترميه لورا. والمعلم هنا بقى بيقول لنفسه شكلها كده قوية جدا، واللي بتهجم عليه من تاني بقى كده وبتقول له ان هي لسه ما خلصتش معاه، وعلى طول بتهاجمه. فالمعلم بيتصدى لهجومها بالنار بتاعتها، واللي بيبقى حواليه كده ضباب كتير، والمعلم بيحاول يبعده علشان يشوف، ولكن هي بتربط ايديه الاتنين وبتضربه من ظهره، واللي بتجيبه كده على الارض وبتفضل تضرب فيه. والمعلم بقى بيبقى قلقان علشان مش حاسس بخطوط الطول اللي في ايده، فالمعلم بيفتح غيرها كده وبيهاجم البنت، بيحدفها لبعيد عنه. فالمعلمه بقى بتتعصب وبتهاجمه تاني، بتضربه جامد لدرجه انه بيكح دم. فالمعلم بيمسكها من رجليها بقى وبيخبطها في الارض. فالبنت بتحاول تهجم عليه ولكن المعلم بيتصدى لهجومها، ولكن هي بتفلت وبتلف رجليها حوالين رقبته، على طول بتثبته. والمعلم هنا بقى كده بيحس ان هي بتخنقه وبيستدعي قوته، ولكن هي بتنتبه وبتبعد بسرعه وبترجع تهجم عليه من تاني، ولكن المعلم بيفاديها برضه وبيقول لك بس نفس شعور المره اللي فاتت رجع، وان المره دي هيضربها لحد ما يخلص عليها. وهنا بيهجم الاتنين على بعض، ولكن بتفوق لينج كده على صوت الانفجار وبتلاقي ان تشين واقف بياخد نفسه بتعب، وجيو قدامه بتتريق عليه وان ده بس اللي عنده. فالمعلم بيشتمها ولكن بيبقى قلقان في نفس الوقت، وده علشان كده خلاص مش هيقدر يستعمل السحر تاني، وكمان هيغمى عليه في اي لحظه. فبتقول له ان هي هتخلص عليه المره دي، واللي بتطلع الخناجر بتاعتها كده. فبتقول لها لينج ان باباها لو عرف ان هي استخدمت الخناجر دي على البشر اكيد هيعاقبها. فبتقول لها ان هي مش خايفه من حاجه، وان ابوها خايف من الصراع اللي بينهم وما بين البشر يرجع تاني، وغير كده ما تشغلش بالها هي بامور الاحياء دي، تهتم بموتها اللي قرب بس. وهنا بقى لينج بتفهم ان جيو عايزه تقتلها من نفسها، وان دي مش اوامر ابوها، يعني كده هي اللي لازم تروح لابوها بسرعه علشان تفهم منه ايه اللي بيحصل، وان هي خسرت مانا كتيره، يعني كده مش هتعرف تروح لابوها لفتره من الوقت. والاهم دلوقتي ان هي تنقذ تشين حتى لو هتموت. وبتهجم جيو على تشين وبتقف قصاده لينج كده وبتاخد الضربه مكانه، فبينادي عليها تشين بخوف تحت صدمه جيو، مش مصدقه بقى ان لينج المغروره بتضحي بنفسها وعلشان بشري. بعد كده بقى بتقول مش مشكله اي حد فيهم يموت الاول، هي كده كده هتبقى طيبه وهتبعت التاني وراه. واللي بتهجم عليهم كده مره تانيه، فالمعلم تشين بيعمل حاجز قدامهم علشان يتصدى لهجومها وبيتعور من الهجوم، وبينتبه هنا لتنفس لينج اللي بدأ يضعف وجسمها اللي بدأ يبرد اكتر. والمعلم بقى بيبقى هيعيط من فكرة بقى ان هي هتموت بسبب انه معرفش يحميها، وان هي اللي ضحت بنفسها علشان تحميه، وبيعيط كده وهو حاسس باليأس. ولكن هنا بقى طاقته بتنفجر وبتتصدم جيو اللي بترجع لورا من قوته. حاجة كده جامدة ظهرت فجأة وبتقول ان مفيش حد بتظهر قوته بالسرعة دي، وبتسأله انت مين بالظبط. فبيحط لينج بهدوء كده وبعد كده بيلف لها وبيقول لها انه الشخص اللي اقسم بحياته انه يحمي لينج هيحميها مهما حصل. فبتقول له ما تفرحش بنفسك قوي كده، وانه مهما كان قوي مش هيحميها للاخر، في النهاية مش هي الوحيدة اللي عايزة تقتلها، وان في كتير قوي عايزين روحها معاها، وبتسأله لو هيقدر يحميها منهم كلهم. وهنا بقى بتهاجمه ولكن بيتصدى لهجومها وبيقول لها سواء هيعرف ولا لأ هتعرف دلوقتي. والمعلم هنا بقى بيضربها بيوقعها من فوق المبنى، واللي بتبص عليه كده وهي بتقع بصدمة وما بتبقاش مصدقة قوته، وعلى طول كده بتطلع تعويذة حماية وبتحمي نفسها بيها. ولكن وهي بتقول للينج المرة دي البشر ينقذك، ولكن في يوم من الايام هتموتي على ايديا. وبيبص عليها تشين كده وهو بياخد نفسه بتعب وبيقول اخيرا قدر يهزمها، واللي بيسند نفسه على الحيطه كده بالعافيه طبعا، وبيبص على لينج اللي مغمى عليها. وبعد كده بقى بيروح يطمن عليها وبيلاقي ان النزيف وقف وان جسمها بدأ يتعافى. فالمعلم بيطمن وبيقع جنبها مغمى عليه، واللي بيبدأ يفتح عينه بقى بسيط كده وبيشوف لينج اللي بتبقى بتطمن عليه وبتطمنه انه اخد دواء وهيبقى احسن. والمعلمه بقى بتعيط لان كل ده حصل بسببها، وانه ما كانش لازم يتدخل في مشاكل العالم بتاعها، وبتلوم نفسها على الغيبوبه اللي هو فيها.
ولكن اخيرا المعلم بيقدر يفتح عينه وبينادي عليها، فبتتفاجئ بقى انه صحي واللي من الخضه بتتحول لشكل القطه، والمعلم يا عيني بيرجع ينام تاني من التعب. وهنا بقى بيحلم ان في ناس بتنحني له، وبعد كده بقى بيحلم بالميتم وازاي الاولاد اللي كانوا فيه بيبعدوا عنه، وده علشان كان في ناس هتتبناه. والمعلم بيحلم بالقطه ان هي الوحيده اللي فضلت معاه، وبيفتح عينه من النوم كده وبيقول لنفسه ان حتى في الحلم القطه معاه. بعد كده بقى بيفتكر انه شاف لينجو وهي بتتحول لقطه، فبيتاكد من فكرته وان هي مش شخص عادي. والاهم بقى ان الاحلام بتاعته دي ذكريات لحاجه، والعالم بينادوه هناك بالملك، وده غريب جدا. والمعلم بيبقى عايز يلاقي طريقه يعرف بيها السر ورا حياته. بعد كده بقى بيقول بفرحه المهم في الاخر ان المختار فعلا. ولكن بتقطعه لينج هنا بقى، واللي بتقوم وبتساله انت ليه صوتك عالي كده، واللي بتتحول للشكل البشري. فالمعلم بيقرب منها كده يشوف اصاباتها، ولكن بيلاقيها اختفت، وبتطمنه ان هي احسن وان جسم الشياطين مختلف عن البشر وبيتعالج اسرع. وهنا بتساله انت كنت بتكلم نفسك في ايه، فالمعلم بيقول لها عن لقبه في الحلم، فبتقول له ان اللقب اللي البشر في العالم الخالد قالوه على ملكهم، وبتساله لو حلم بالراجل الرائع ده، وبتسال نفسها لو ليه اي علاقه بعالم الجنيات، وبتساله لو شاف اي حاجه تانية في حلمه. فالمعلم بيقول لها انه في مره حلم بناس بيقدروا يطيروا في ساحه القتال، وكمان بيستخدموا السحر، وكمان عينيه ليها قدره ان هي تخوف القطط البريه، وبس كده مفيش غير كده. فبتقول له ان على حسب كلامه ده المفروض ما يكونش من العالم ده، وانه المفروض جرب قبل كده ممارسه الزراعه. وبعد كده بقى بتروح المعلمه تمسك ايديه، فبيسالها هو في ايه، فبتقول له ان هي هتديله فكره عن الممارسه، وبتقول له غمض عينك. واللي بيظهر قدامه كده بقى 6 عوالم، وبتساله لو شافهم قبل كده. فالمعلم بيتفاجئ من اللي شايفه ده، وبيقول لها انه ما تخيلش ان العالم كبير قوي كده، وبيسالها لو هي رجعت لعالم الشياطين هل هيقدر يلاقيها. فبتقول له انه علشان يعدي الحواجز اللي ما بين العوالم مش سهل، وانه لازم علشان يعديه يكسر الحاجز ده، وانه كمان لازم يستعد كويس، والاهم ان البشر جسمهم ضعيف، يعني لو ما كانش قوي ساعتها ممكن جسمه يتدمر وهو بيعدي. فالمعلم بيقول لها يعني علشان يعدي لازم يبقى اقوى. فبتقول له بالظبط، والقوه عن طريق الزراعه، وان في العادي الموضوع ده صعب على البشر، وان اغلبهم ما يقدروش يعملوه، ولكن اللي بيقدروا يعملوها بيبقى سقف نجاحهم عالي جدا، وبما انه فتح خطوط الطاقه اللي عنده يبقى هو يقدر يمارسها خلاص. والمعلمه هنا بقى بتحط له طاقه جوه ايديه كده، فالمعلم بيحس ان اصابات جسمه كلها اتعالجت، وبيعرفها انه ما يعرفش ازاي يتدرب اصلا، وبيسالها لو ممكن تعلمه. فالمعلمه كده بتاخد نفسها بتعب منه. وفي مكان ما بقى في عالم تاني كده بيبقى في شيخ بيسال الجندي لو عرف سبب تقلبات المانا اللي حصلت امبارح. فالمعلم بيتاسف له انه ما لقاش السبب، ولكن لقى الاتجاه العام، وانه جمع الادله على التركيز بتاع القوه دي. وهنا بقى بيسلموا الصندوق، فالمعلم بيقول له يسلمه لواحد اسمه يونري، والمعلم يونري ده شكله محقق. اما عند لينج بقى فاللي بتبقى بتتحايل على موشياو ان هي تعلم تشين الزراعه علشان تدريب الشياطين مختلف عن تدريب البشر، وان هي عايزاه ينضم لجامعه تشوين. فبتقول لها موشياو ان الجامعه دي الانضمام ليها صعب جدا، وان الممارسين من العوالم الستة بيتعبوا جدا علشان يعدوا الاختبارات، واختباراتها كتيره، ولكن عموما بما ان هم اصحاب فهتحاول تدخله. فبتفرح لينج جدا وبتشكرها قوي، فبتقول لها موشياو ان هي لازم تشوف قدراته الاول. فالمعلم بيسالها ازاي يعني، فبتقول له ان الممارسه دي بدايتها 5 مستويات، فهي عايزه تعرف مستواه كام، وده علشان تبقى عارفه دخوله هيبقى صعب بنسبه كام. وبعد كده بقى بتروح تفحصه وبتسيبه بعدها، وبتسالها لينج لو ينفع، فبتقول لها مش قوي. فبتسالها طيب هيعملوا ايه، فبتقول لها من الواضح كده ان قوته في عينيه واندفاع القوه منه مؤقت. وبتقول لتشين لازم تجيلي بالليل، يجي لها بالليل في بيتها، وان عندها مكان افضل للاختبار. فالمعلم هنا بيسالها امال انت كنت بتعملي ايه، فبتقول له ان الاختبار التاني ده هيديهم تفاصيل اكتر من كده، ولو نجح في الاختبار ده هياخد اعفاء من الرسوم الدراسيه. فالمعلم بيوافق، وبعد كده بيمشي هو ولينج، واللي بالليل بقى بيروح لبيتها، واللي بيبقى مبهور من حجم البيت. وبعد كده بقى بيوصلوا العامل لمكانها، وبتساله ايه مستعد للاختبار. فالمعلم بيقول لها امال فين الادوات، فبتقول له لا انت هتواجهني انا، واللي بتظهر وراها تماثيل كده. فالمعلم بيبص عليها بتفاجؤ كده، وعينه بتبدا توجعه، والمعلم هنا بيحس انه خايف من التماثيل دي، واللي بيبقى متاكد ان ليها علاقه باسراره المخفيه. وبتلاحظ
بتلاحظ موشياو حالته دي وبتقوله لو تعبان ارتاح شويه، ولكن بتخرج طاقه اكبر من عينيه. فهنا بقى بتضحك وهي بتقوله ان هي قلقت عليه، ولكن المعلم طلع انه بيحضر قوته وبتجهز قوتها هي كمان، واللي بتهجم عليه كده وبتصيبه. فالمعلم بيرد عليها الهجوم، واللي بتتفاجئ بقى من قوته وبيقدر يوقعها، وعلى طول كده بيمسكها من رقبتها. ولكن هنا بقى بتفهم ان في حاجه غلط. اما المعلم تشين فاللي فجأة بقى كده بيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيتفاجئ وبيسأل هو فين، وانه المفروض كان في بيت موشياو. وبيشك بقى انه في حلم الاول كده، ولكن بيلاقي انه لا، وبيحس بحد كده جاي من بعيد، وبيلاقي شخص نسخة منه، واللي بيبقى فاكر ان ده وهم من موشياو. ولكن فجأة النسخة دي بتعدي منه وبيقع على الارض، وبيحس كده تحته بمية، واللي بيلاقي انه اتحول للنسخة بتاعته، واللي بيبقى معجب بأناقته جدا في اللبس القديم، واللي بيبص حواليه كده وبيفهم هو فين، وبيلاقي بنت بتقول له انا مستنياك من زمان. والمعلم بقى بيشوف نفس التماثيل اللي كانت ورا موشياو دي، وبيسألها هي مين، فبتقول له ان هو وعدها يجيب لها لبس بدل لبسها اللي ضاع. واللي بيظهر بنات كتيرة كده بينادوا عليه، فالمعلم بيقرر يمشي وراهم، واللي هو يمكن يكون ده دليل اي حاجة بقى توصله لمفتاح الاسرار اللي بيدور عليها. والمعلم هنا بقى كده بيروح يديها لبس، واللي اول لما بيقرب منها بتتحول لوحش، وبتقول له اخيرا وقعت في الفخ بتاعي، وان هي المره دي هتدمر روحه تماما. واللي بتسحبه بقى كده لتحت الميه علشان تخنقه، وبيبقى المعلم عايز يستخدم النار بتاعته كده، ولكن بتتريق عليه، وبيطلع منه النسخه بتاعته بقى، وبيقول انه كان عايز يدمج وعيه مع جسمه الجديد، ولكن ما توقعش انه ضعيف قوي كده. فبيساله تشين هو انت الملك، انت اللي بيقولوا عليه الملك؟ فالمعلم بيقول له ان هما الاتنين ملوك، وانه التناسخ بتاعه في العالم التاني. فالمعلم بيقول له طيب لما احنا عيله واحده كده سايبني ليه الوحش ده يموتني؟ ما تنقذني يا عمنا. فالمعلم بيقول له بالرغم انه عايز يساعده، ولكن هو مجرد وعي في الذاكره. فبيسأله تشينا امال ناوي تساعدني ازاي بقى؟ فالمعلم بيقول له انه هيديله نصيحه، فهمها هيعيش، ما فهمهاش بقى وطلع غبي هيموت، ويبقى ده مصيره. المهم يدور على النواه. والمعلم كده بيحس بطاقه جواه، فبيصرخ من الوجع. وبعد كده بقى بيشوف كريستاله، فبيقول لك بس دي اكيد النواه اللي قال لي عليها. واللي بيقرب منها بقى كده ولكن بتتحول لوحش، والملك بيقول له يدمرها بسرعه، ده نواه الوحش اللي في جسمه. والمعلم بيدمرها، فبتبعد الميه كلها عنه، وبيتعصب الوحش، وبتقول له ان هي هتقتله. فالمعلم بيستخدم هو الميه دي وبيهاجمها بيها وبيقتلها. فبيسقف له الملك، فتشين بيقول له مش وقت تسقيف يا عمنا، فهمني بقى انت مين وايه الوحش ده وهنا بيعمل ايه؟ فالمعلم بيقول له ان كان في طاقه شيطانيه هي السبب في انه يدخل المكان ده، وده بسبب ان هي ساعدت الوحش ده يستعيد قوته. فالمعلم بيساله يعني معنى كده ان موشياو دي من الشياطين هي كمان؟ وبيساله طيب ايه هي النواه دي وليه كانت في جسمي اصلا، وايه هو الكتاب اللي مختوم جواه؟ فالمعلم بيقول له كان عايز يجاوبه، ولكن خلاص وقته خلص ولازم يخرج من هنا، والا هيتحبس على طول جوه البحر الميت. وبيختفي الملك، والمعلم تشين بينادي عليه علشان يجاوبه، ولكن هنا بيفوق وبيلاقي نفسه كده ماسك موشياو اللي بتضربه علشان يبعد عنها، وده على دخول لينج اللي بتجري عليها، وبتقول لها ان تشين بيتحرش بيها. فالمعلم بيقول لهم لا، ده بسبب بس الطاقه الشيطانيه اللي عملت لي هلوسه. وهنا بقى لينج بتصدقه وبتتعصب موشياو، فبتقول لها بالرغم انه يبان عليه منحرف الا انه محترم، يعني استحاله يكون عمل كده بارادته. والمعلم هنا بقى بيتصدم من كلامها ده، وبيقول لموشياو ان هي المفروض كشيطانه تكون عارفه تاثير قوتها. فبتساله انت عرفت منين ان انا شيطانه؟ فالمعلم بيقول لها من الهاله بتاعتك، وان هي نفس هاله الشياطين. فالبت بتقول بس ده اكيد عرف عن طريق عينيه، ولو كده بقى يبقى اكيد هو الشخص اللي بيدوروا عليه، وكده ما ينفعش تخليه يسجل والا هيتعرف وهيرجعوه للمستوى الاصلي. وبتقول لهم ان هي مش هتقدر تساعدهم، مش هتقدر تدخله الجامعه، ولكن هي هتقدم له. فبتحاول المعلمه لينج تقنعها، ولكن بتقول لها انه للاسف مؤهلاته ضعيفه، يعني لو وصت عليها ياثر على صوره الشركه، وهي عارفه ان باباها علاقاته معاها متوتره، يعني لو عرف ان هي ساعدت شخص ضعيف هتزيد المشاكل اللي ما بينهم. ولكن عموما هي هتساعده وهتشغله عندها في اكاديميه شينري، وفي الوقت ده يتدرب ويكسب فلوس علشان يقدر يدخل الجامعه تاني. فالمعلم
بيتردد، ولكن لينج بتقنعه وبيقول لنفسه رغم انه مش متأكد الا انه حاسس ان سبب الختم بتاعه ده هو عشيرة الشياطين. فبيوافق المعلم وبتمدحه لينج على عزيمته، وبعد كده بقى بيمشوا هما الاتنين. بس بتبقى موشيا ومتعصبة من ثقته في نفسه وبتقول ده اكيد وراه حاجة انا لازم اكتشفها. وبعد كده بقى وتاني يوم المعلم بيروح لمكان الأكاديمية، واللي بيستغرب ان شكلها عادي. فبتقول له لينج ان رغم ان الأكاديمية دي تحت سيطرة المزارعين الا ان هي في عالم البشر، يعني لازم تبقى عادية. فالمعلم بيقول لها تمام، وبيسألها هي ليه اتحولت تاني لقطة. فبتفكروا بالشياطين اللي عايزين يقتلوها، وان الأكاديمية دي جواها قبائل كتيرة جدا من الشياطين. فالمعلم بيطمنها انه هيحميها، واللي فجأة بقى بيتصعق كده بالكهرباء وبيظهر اتنين بيتريقوا عليه، واللي بياخدوا له صورة كده علشان ينشروها على الأكاديمية بتاعة الجامعة. فبتتعصب لينج وبتهاجمهم، فبيسألوها ايه هو سيدك، واللي بيمسكها واحد منهم كده علشان يديها للكلب بتاعه يلعب بيها. والمعلمة بتبقى مش قادرة تتحرر علشان الإصابة بتاعتها واللي لسه ما اتعالجتش تماما، ولكن بيشدها الولد كده. بس هنا بقى بيقوم المعلم تشين اللي بيحرق الحبل وبيمسكها هو وبيقول له انت ازاي تتجرأ تلمسها. فبيتعصب الولد هنا بقى علشان الحبل ده كنزه غالي جدا، وبيفتكروه انه استخدم كنز علشان يحرق الحبل. واللي بيهاجموا واحد فيهم هنا بقى كده فبيمسكه من ايده وعلى طول بيحرقه، وبيرجع التاني لورا برعب بقى فبيخبط واحد تاني فبيستنجد بيه وبيكذب ان تشين اتنمر عليهم وكمان ضربهم وسرق منهم القطه. وبيروح الولد اللي اسمه شيجي ده يتفاهم مع تشين وبيقول له انه ما ينفعش يتنمر على طلبه الجامعه اللي هنا، وبيقول له يرجع القطه وهو هيخليه يمشي. فالمعلم تشين بيقول له ان القطه دي بتاعته اصلا، ولكن لو عايزين يسرقوه فما عندوش اي مانع يعلمهم الادب. وبتبص القطه لشيجي هنا بقى بعنف، فالمعلم بيتصدم وبيقول يا اما الولد ده مستواه عالي وده مش باين عليه، او القطه دي ذكيه وهو محتاج لوحش من النوع ده واللي بيطمع فيها هو كمان. وبيكلم تشين لينج هنا بقى وبيقول لها طنشيهم دلوقتي ولازم يفكروا في حل سريع يكسروا بيه الحاجز ده. وبعد كده بقى بيقول له شيجي تاني بقول لك سيب القطه. فالمعلم بيقول له شكلك كده ما بتفهمش الكلام، بقول لك القطه دي بتاعتي. فبيعرض عليه شيجي انه يدفع له فلوس مقابل القطه، ولكن برضه المعلم بيرفض. والمعلم هنا بقى كده لسه هينفعل عليه، ولكن لينج بتنبهه وان من الواضح عليه انه قوي، يعني من الاحسن ما يغلطش فيه. فبيقول له تشين انا هثبت لكم ان هي قطتي. وبعد كده بقى هم ما عندهمش حاجه يقولوها، فبيسالوا شيجي هتثبت ازاي بقى. فالمعلم بيقول له باي طريقه، المهم ان القطه دي تفضل جنبي واللي بكده يثبت ان هي بتاعته. فبيوافق المعلم شيجي، وده علشان حتى لو هي قطته فقصاد غريزته هي هترفضه وهتجيله هو. والمعلم هنا بقى بيستخدم مهارته كده، وبيتفاجئ الولدين ان شيجي يستخدم مهاراته في الترويض وبيعرفوا انه عايزها لنفسه. وبيقرب شيجي من القطه وهو مبسوط جدا وواثق جدا ان هي هتسمع كلامه، ولكن بيتفاجئ ان هي بتخربشه وبيتصدم الولدين من اللي حصل. وبعد كده بتروح لينج لتشين واللي بيساله ايه كده اثبتت لك ان هي قطتي امشي بقى كده، ولكن بيوقفوا شيجي وبيقول له ان مفيش اي حيوان يقدر يرفض ترويضه وبيستخدم مهاره ترويض الروح. فبيسال تشين لينج عنها فبتقول له ان دي مهاره لترويض الوحوش الروحيه، بس بما انه اعمى فهو ما اكتشفش ان هي مش وحش روحي، واللي بتستخدم مهاراتها كده وبتعكس سيطرته على الوحوش دي عكس عليه. فبيبقى المعلم شيجي مصر عليها اكتر، ولكن بيتفاجئ بالفيران الكتير اللي بتهجم عليه. فبيسالوا الولدين لو في حاجه غلط، التقنيه بتاعتك مالها وليه الفيران كلها بتتجمع عليك كده. فالمعلم بيقول له يبعدهم عنه الاول. فاللي بيبداوا يساعدوه بقى فبيقول لهم تشين انه دلوقتي فهم قطته كرهاه ليه، وانه طلع بيحب الفيران وعلشان كده مش بتحبه. عموما هو يستمتع بقى مع فرانه وهم هيمشوا، ولكن المعلم شيجي بيتعصب وبيبعد الفيران عنه وبيقول له انت ازاي تتجرأ تهني كده، وبيقول له سيب القطه والا هقتلك. وعلى طول كده بيهاجمه، فبيستخدم تشين مصفوفه التشكيل الثماني وبيتصدى لهجوم وبيقول للينجا ابعدي. فاللي على طول كده بتنط لبعيد وبيصد الهجوم وهو حاسس ان قوته زادت عن الاول. وشيجي بيقول له انه لو سمح له يخرج من هنا هتبقى اهانه ليه في الجامعه كلها. فالمعلم تشين بيقول له لما هو خايف على سمعته قوي كده مش خايف يقولوا عليه حرامي. فبيهاجموا شيجي بالسيوف بتاعته كده، ولكن تشين بيتصدى للهجوم بصعوبه وبتحاول لينج تتدخل ولكن بيمنعها.
معاها وبيقول لها انه هيقدر يتعامل لوحده، واللي بيدور على طريقه يواجهه بيها، وبيتريق عليه شيجي هنا بقى كده، فبيلمح تشين ميه وراه، فالمعلم بيقرر يستعملها وبيجرب كده وبيقدر يتحكم فيها زي الحلم بالظبط. فهنا بقى بيضحك بفرحه، فبيساله شيجي انت بتضحك على ايه؟ فالمعلم بيقول له بص فوقيك كده، واللي اول لما بيبص على طول بيهاجمه. وبتقلق لينج بقى علشان بعد الحادثه دي ما عادتش متاكده هل تشين هيدخل الجامعه ولا لا، وبيبقى الولدين متفاجئين من قوه تشين وانه بيقدر يستعمل عنصرين الميه والنار، وانه باين عليه كده انه عبقري. فبيتعصب شيجي اكتر علشان تشين احرجه بزياده، واللي على طول كده بيهجم عليه وبيهجم تشين هو كمان. ولكن فجأة كده بينزل سيف عملاق ما بينهم، وبيسأل شيجي البنت صاحبة السيف اللي اسمها يونزي انت بتعملي ايه هنا؟ فبتنزل كده وبتسحب سيفها وبتقرب من تشين اللي بيقول لها لو عايزة تتخانقي ما عندوش مانع، هما اللي اتنمروا عليه الاول. ولكن بيتفاجئ بيها بتمسك ايديه كده، فبيسألها هو في ايه، ولكن هي من غير ما ترد بتسحبه من ايده وبتجري، واللي بتطلب منه ينضم لطائفة السيف بتاعتهم وكمان يتدرب معاها. فالمعلم بيتفاجئ منها وبيتصدم شيجي هو كمان، وبيقول لها انت ازاي تاخدي النكره ده، واللي بيهجم عليه، ولكن هي بتسحبه وبتحضنه وبتقول له ان هي اختارته هو. وبيبقى المعلم تشين مصدوم بقى، واللي هو ايه القتال اللي بيخلص على بنت حلوه بتحضنه ده. وبيبقى المعلم شيجي مصدوم، هي ليه عايزه الولد الجديد ده وهو اللي بقاله سنين هنا لازم ياخد امتحانات علشان ينضم للطائفه. فبتقول ينزل تشين قول كده الكلمات دي، فالمعلم بيقول لها تمام، واللي بيرسم نفسه على شيجي كده وهو بيقول ان هي قالت ان هي بتحب الرجاله الاقوياء، وان هي متحمسه جدا علشان تتدرب معايا، وكمان بتكره الرجاله اللي زيك اللي بيفضلوا وراها كده في كل مكان. هوبا الوضع كده ولع، الولد تشين عمال يسخن في الواد، ولكن يا ترى رد فعل الواد هتكون ايه بالظبط؟ ويا ترى بطلنا هيعمل ايه معاه؟ ويا ترى هينضم للطائفه بتاعت البت دي ولا ايه اللي هيحصل؟ عايز اقول لك بقى ان لسه في احداث كتير، واللي علشان يوصلك اشعار بالاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناه، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.